السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إمام عاشور بعد غياب طال أكتر من شهر بفضل الله استجاب لكلام طبيب الفريق جاب الله وأقنع الكل بإنه جاهز. إن شاء الله بعد بكرة هيشارك ونشوف الحلويات في الملعب من تاني ويرجع الحرقان ويزود الحرقان تاني، وبأمر الله يكون ورقة رابحة في مباراة مازيمبي. أما عن الشناوي اللي غيابه دام أكتر من 4 شهور هيكون موجود في تشكيلة النادي الأهلي، لكن اللي هيشارك المباراة مصطفى شوبير بعد التألق الكبير اللي عمله الفترة اللي فاتت، لأن الشناوي راجع من إصابة. أي نعم اتعافى من الإصابة لكن هيكون ليه دور بس مش دلوقتي. بالنسبة للشحات وديانج وياسر إبراهيم القرار غير معلوم لغاية دلوقتي، وكولر هو اللي هيقرر ده. مروان عطية الحمد لله اتمرن وبقى زي الفل، لكن برضه القرار هيرجع لكولر اذا كان هياخده في التشكيل ام لا، لسه برضه محدش يعرف. لكن الحاله النفسيه اللي بتعيشها اللعيبه مع بعضها والاستقرار اللي موجود داخل الفرقه وانهم مركزين انهم يكونوا كلهم على قلب راجل واحد، والحمد لله الاصابات اللي رجعت دي خلت الفريق يبقى فيه استقرار شويه، ومحدش من اللعيبه فارق معاه مين يلعب ومين يقعد، المهم مصلحه الفرقه. بعثه فريق مازيمبي وصلت النهارده وبكره ان شاء الله يتمرنوا على ارضيه استاد القاهره، والنادي الاهلي بيعرف يستقبل ضيوفه ازاي، وعامل لهم استقبال محترم جدا ومجهز اقامه محترمه في فندق محترم وعامل لهم اتوبيس حاجه روعه. بجد الاهلي ده اكتر حاجه بتشرف مصر. بكره ان شاء الله المؤتمر الصحفي اللي هيحضره كولر وكابتن الفرقه رامي ربيعه، انما المؤتمر الفني هيحضره عضو مجلس اداره النادي الاهلي وخالد بيبو وسمير عدلي. الاهلي هيلبس الطقم المعتاد الاحمر، شورت ابيض شراب احمر، ومازيمبي هيلبس الطقم بالكامل ابيض. عاش النادي الاهلي، وان شاء الله ال 12 اهلاويه وبامر الله تفضلوا مشرفينا دايما ورافعين اسم مصر لفوق، وان شاء الله يفضل نسر الاهلي محلق عالي فوق ومشرف مصر طول الوقت. اهلاوي انا والفخر ليا، وهفضل اشجع النادي الاهلي لاخر نفس فيا. السلام عليكم.